أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وهذا الجزء الثاني من فقرتنا أحوال الناس. وتعالوا بقى نصحصح مع الحب. الحب مش مجرد كلام، الحب أفعال ولا كلام؟ وهل بيرضينا الكلام بس ولا الأفعال بس ولا الاثنين مع بعض؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده بالتفاصيل مع ضيفنا العزيز في الاستوديو دكتور علاء رجب، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. صباح الخير يا دكتور عليك. صباح الدريم، صباح الخير. أهلا بيك دكتور. شايف بقى التقرير ازاي ورأي الناس ازاي؟ في ناس كتير قوي بس يعني أكترتهم رجالة بيقولوا إن الحب بيختفي بعد الزواج. لا، هو الحب ما بيختفيش بعد الزواج. هو في يعني لازم برضه عشان نتكلم عن التقرير ونديله حقه. يعني بنشكر طبعا اللي عمل التقرير الجميل ده. هو جاب نماذج متعددة، كل واحد بيشوف الحب بمرايته هو، بمنظار بتاعه هو. في ناس شايفة انه الحب كان قبل الخطوبة كان شيء جميل جدا. ليه؟ لان كان في لغة احاسيس. هو شايف من وجهة نظره ان قبل الزواج وقبل الحياة الزوجية كان في لغة مشاعر، في لغة احاسيس، كل طرف بيسعى لارضاء الاخر بكل الطرق والوسائل. وده اللي احنا لازم ان احنا هو شايف ان هو ده الحب. هو شايف من وجهة نظره انه ما كانش فيه مشاكل وكانت الدنيا جميلة على حسب كلامه. بنشوف ناس تانية بتقول لك ايه، انه ما فيش حب، الحب بيقل بعد الزواج اكتر عشان خاطر الضغوط اللي بتكون في الحياة الزوجية. الضغوط الاقتصادية او ضغوط الحياة الزوجية من تربية اولاد او انشغال الزوج وانشغال الزوجة بمختلف مجريات الحياة اللي احنا عايشين فيها. تمام. لكن هل الرومانسية غابت عن حياتنا؟ وده اللي احنا عايزين نأكد عليه. أنا ضد تماما إن احنا نقول إن مفيش حب، وضد تماما إن احنا نقول الرومانسية غابت من حياتنا. لسبب إن أنت ممكن غنوة جميلة جدا بتلاقي كتير جدا من فئات الشباب ومن فئات المتجوزين في أي فرح، في أي حفلة، في أي مكان في غنوة بتعبر عن حب. تلاقي كل واحد استنى نسمع الغنوة دي. يبقى حقيقة بقى الواقع لا، يبقى الحب ما اختفاش. الحب موجود. تمام. تيجي تلاقي مسلسل تركي في قصة رومانسية جميلة جدا، أو فيلم في قصة رومانسية جميلة، كله يتكلم شفت قصة الحب دي، تلاقي البنوتة ولا الست قعدت الدموع نزلت منها من الحب، قاعدين يتفرجوا على المسلسل بكل كيانهم بكل أحاسيسهم. معنى كده إن هم بيلاقوا إيه؟ تجسيد لصورة الحب ورومانسية داخلهم. تمام. طيب يا دكتور، هو الحب عامة إذا تكلمنا عنه بشكل شمولي أكثر أو أكثر شمولية يعني هنتكلم كتير جدا، لأن في حب الأبناء، حب الأخوات، حب الأصحاب، حب الشغل، حب الوطن، في حاجات كتير جدا. بس خلينا النهاردة نخص بالذكر الحب بين الزوجين اللي احنا زي ما احنا شفنا كده في التقرير، يعني عشان نبقى معانا نقطة نقطة. الحب ده الناس يعني بعد كده بيقولوا لا ده أنا ما كنتش بحب فلان، الحب ده اختفى، هو ما بقاش بيحبني. هو بيقول لا ده هي ما بقتش بتحبني. يعني ايه ما بقتش بتحبني او ما بقاش بيحبني؟ لا، هو اختفاء بعض الاشياء اللي كان بيعملها الزوج والزوجه مع بعض قبل فتره الزواج اللي هي فتره الخطوبه اختفت تماما. فبتبدا تحس المراه تعبير الحب عند المراه غير تعبير الحب عند الرجل. بالزبط. المراه لما بتحب بتلغي كل حاجه في تفكيرها، بتهنج كل حاجه، ما بتفكرش غير بيبقى هو اللي بتحبه، ده محور الحياه بالنسبه. وبعدين المراه قدره تعبيرها عن الحب، نظرتها، ابتسامتها، الاحاسيس بتاعت المراه اعلى بكثير من احاسيس الرجل في مشاعر الحب والاحاسيس. لكن دايما بتفكر هو بيفكر فيا ولا لا، هو النهارده كلمني ولا ما كلمنيش، طول الوقت محور حديثها الرجل. هم عشان كده بيصطدموا، عشان الراجل بيبقى شايف الحب حاجه، شايف الحب بقى في حاجات تانية، بيبقى شايف الاهتمام. يعني دايما حتى يعني في الحياه الزوجيه بصي بقى، الاثنين بيحبوا بعض غير الاثنين ما بيحبوش بعض. الراجل بيبص في عين مراته بيعرف هي تعبانه ولا مش تعبانه، هي بتحس بألمه وما بتحسش بألمها. الحب مش كلام بقى، الحب احساس بين طرفين بيخلي الطرف الاخر بيحس. طيب عندك مداخله؟ خليني عايزه اقول لحضرتك حاجه. موضوع مش كلام، كتير جدا من السيدات بيقولوا لا يعني انا ممكن مثلا يكون زوجها بيتعامل معاها بمنتهى الاحترام، بيحبها جدا، التعامل او تصرفات فيها حب شديد، بس هو ما بيقولهاش انا بحبك، فهي بتزعل. لا ما تزعلش، ما هو الاهتمام، هو طريقة التعبير عن الحب بتختلف من رجل لرجل آخر. في راجل بيعرف يتفوه بالكلام جدا ورومانسي وشاعر وبيتكلم مش لازم يبقى شاعر يعني، بس يعني دي كلمة. شفت حضرتك السيدة الجميلة اللي كانت في التقرير بتقول ده بالكلمة الحلوة. ما أنا بقول دايما بقى نصيحتي للرجل، المرأة تعشق الاهتمام، ولما بتكلمك بص في عينيها وانت بتكلمها،
ما تبصش بقى هي بتتكلم وانت ايه بتقرا جرايد ولا بتبص في الموبايل. دايما حسسها المرأة لما بقيمتها. تكلمك لازم تبص في عينيها، هتحس باهتمام رهيب جدا. لان المرأة لما بتحب بكل كيانها الرجل وبكل ما تملك، وبتعبر تعبيرات مختلفة عن تعبير الرجل. هقول لحضرتك حاجه بصراحه، هو اتفضل. الراجل بيعتبر الحب ضعف عشان كده ما بيرضاش يعبر لا عنه. هو بيخاف من التملك. يعني الراجل ايه؟ الراجل بيخاف من حب المرأة ايه؟ لما المرأة اصل برضه في عيب شديد للمرأة، لما بتحب الراجل بتعامله كطفل صغير. انت فين؟ وجاي منين؟ ورايح فين؟ وقاعد مع اصحابك، وتبدأ بقى العدوة الأولى الأهل، العدوة الثانية الأصدقاء، ده متجاهلني. ما ده حاجات كتيرة قوي بتضعف قيمة الحب. هو بيحبك بس هو بيحب يتمرد شوية، يخرج شوية، يرجع تاني، ما يحسش ان هو ايه، ان هو ملك الحد. هو دي طبيعه الرجل اصلا. عشان كده ما بنلاقيش تفاهم. يعني حتى بعد الزواج بنلاقي كتير جدا من الرجال اللي بيروح يقعد على القهوه من ورا مراته كانه بيعمل حاجه غلط. كانه يعني بيعمل، مين اللي بيفعل هذا السلوك؟ فعلا كده بيقعد، او ان هو مثلا ايه ده بيكذب يقول انا عندي تيجي بقى حاجه ثانيه يقول انا عندي بس شغل رايح اعمله مع صاحبه. هو رايح يقعد مع اصحابه. لو عرفت ان احنا قاعدين مع بعض خليه يكذب ليه؟ هو ما بيعملش حاجه غلط، اصل هيكذب في الصغيره هيكذب في حاجه ثانيه. بس ده موروث عند المراه بقى. هو جوزك بيخرج كتير، جوزك مع اصحابه، لدرجه طلعنا موضوعات بقى بعد كده قال لك ايه، زوجي يفضل اصدقائي عني. في سيدات كتير بتغير من صديق الزوج. ده في ستات كتير بتعتبر الضره سواء الشغل او اهله او اصحابه. فدي حاجه رهيبه جدا. لكن انت مثلا ايه بتلاقي الراجل لما مراته بتحتاج له، لما تكون مريضه مثلا وتعبانه ولا رايحه دكتور وهو رايح معاها، شوفي الحب في رجاله برضو كتيره بتتعب كتير جدا عشان تعزم يعني زوجاتها في مكان رومانسي. يروحوا في مكان مثلا نجدد بقى الرومانسيه ونجدد الحب، يروحوا مع بعض يسمعوا فيلم، وفيلم يكون قصته حلوه، يجيب لها هديه ما يذكر يعني احنا بنقول بس هديه ممكن تبقى ورده، ممكن تبقى حاجه بسيطه، ممكن مش لازم تروحوا تتعشوا في مكان غالي قوي، تمشوا طيب على الكورنيش، اعملوا اي حاجه مختلفه. يعني متحفز لمراته ولا هي متحفزه له. مش كل تصرف لازم. الحب بيجعلنا نكون عندنا زهايمر ناحيه الحاجات المسيئه، ننسى الحاجات الوحشه، ننسى الحاجات الوحشه ونبدا نفتكر الحاجات الحلوه. دي الحاجه المهمه برضو تاني في الحب، ان انت دايما تدعمي قيمه جوزك قوي قدام الاخرين، وانت كمان يا راجل دعم قيمه مراتك قوي. يعني احكي عنها بشكل حلو قوي قدام اصحابها، واحكي بشكل بس دي موروث سيكولوجي عند الرجال، ان هم ما يحبش يتكلم عن زوجته ان هي يعني عضو عامل وناجح في المجتمع، ودي فلانه وزوجتي مثلا بتشتغل كذا او بتعمل كذا. لا، في كتير جدا من الرجال ما بيحبوش يتكلموا. انا ما بقولش يتكلم عنها وسط انا بتكلم وهي موجوده، يقعد مع اهلها. ده بالعكس يا فندم، ده في رجاله بتقلل من قيمه الست وهي قاعده قدام. ليه بقى؟ يعني اقول لك لحاجات للاسف الشديد. بلاش انا. لا اقول لك احيانا والله ما اسمعي، احيانا مثلا الراجل لما يحس ان هو ايه بيمدح مراته، المدح ده اساسي على فكره. هو بيحس ان هي هتتغر يعني لما لا بيحس ان هو بيديها وضعها قدام اهله، فبيحس اهله هو فبيحس ان هو ضعيف الشخصيه. طبعا ده موروث غلط، سوري يعني. ده لو كان هذا موروث، لا ده لازم الراجل يفتخر بمراته ولازم هي تفتخر بزوجها. وخلي بالك كمان احترام الراجل لمراته، حبه ليها. الانسان لما بيحب انسان بيحب من يتبعه. يعني انت مثلا لما انت وصاحبتك بتحبك صاحبتك، فانت بعت لها واحده تقوم ليها باي معامله يعني ماديه او اي شيء يعني، فبتحب دي عشان جايه منك. فما بالك زوجك وبالك زوجتك. يعني انت لازم تكون رائع وراقي ومتحضر جدا جدا. يعني من الذكاء ان انا اتعامل بهذه الطريقه، الطريقه. يعني اذا زوجتك حبتك هتحب اهلك، هتحب اصحابك، هتبقى يعني هتبقى مرحبه بوجودهم في حياتك بشكل. في زوجات بيجي يسلموا على اصحاب الزوج، بيبقوا سواء في النادي متجامهين كده، يعني شكلهم متجاهمين. ايه في ايه متضايقين ليه كده؟ تخيل بقى عدوها. العكس. وخصوصا لما الراجل بقى يبقى شيك قوي مع الناس وهو مش شيك مع زوجته. لما الراجل يكون طبعا لما الراجل يكون بيتعامل مع الناس بنوع من الاحساس وراقي واحترام واهتمام لاي احد، ويلاقي ده ما يلاقيش ده في بيته، ده شيء طبعا بيبقى صعب جدا في الحياه بين يعني الرجل الموضوع مش كلام. يعني احنا كده وصلنا لنتيجه ان الحب كلام وفي نفس الوقت افعال، بس احنا محتاجين الكلام برضه. الكلام بنعبر بيه، بس تكون مشاعر صادقه. صادقه. اي مشاعر صادقه داخل الانسان بتبان في عينيه وهو بيتكلم. دايما انا بقول لك ايه، اي انسان بيكلم حد يبص في عينه هيعرف انه كان بيكذب عليه وما بيكذبش عليه. لكن ممكن وشه
البادي لانجوج بتاعه يبقى هنا يضحك كده، لكن العين ما بتكذبش، العين بتكون صادقه. وسائل التعبير انت دايما، احنا ليه بنقول الرومانسيه ضاعت وده كلام في الافلام وده كلام في الاغاني؟ بالعكس، انا معيد الفقره ايمن بيقول انا بتعب، انا معجب بالفقره دي، بتعب قوي عشان اجيب CD لمراتي غنوه هي بتحبها، شوف قد ايه، واعملها لها رن على الموبايل بتاعته. في حاجات بسيطه جدا 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 جدا، انا بقول لك، انا بذكر الحاجات دي، ده حد في المجتمع انه حد يتعب عشان خاطر انسان ويعمل له ده. طب دي حاجه جميله جدا. تخيلي بقى اللي بيغذي الحب والمشاعر والاحاسيس. ما هو الحب ده عباره عن ايه؟ المعامله. انا عايزه اعرف المفروض ان احنا يعني نعمل ايه علشان الحب ده يفضل موجود. انا مش عايزه ان الاثنين بعد الخطوبه يبقوا شكلهم حاجه وبعد الزواج شكلهم حاجه تانية. نعمل حاجه، ده واقع. نعمل يا مها حاجه مهمه جدا. كل انسان من جواه يبذل اقصى جهده لاسعاد اللي قدامه، بمعنى يشوف اول حاجه ايه اللي بيضايقه لدى الطرف الاخر وما يعملوش، ايه اللي بيسعده ويعمله. يعني ايه اللي بيضايقه ما يعملش الحاجه اللي بتضايقه، ما يقعدش يقطعه في الحديث اثناء وهو بيتكلم، طول الوقت بيقطعه، ما يقعدش يجيب له احباط لما يجي يقول له على شيء، ما يقعدش لما يجي يشاركه طموحه، لما يكون في ازمه يقف جنبه ويطبطب عليه. المراه سهله جدا التعامل معاها، لان هي اقوى لغه عندها هي لغه الحب والاحاسيس والمشاعر. الرجل دي تاني منطقه، مش هي اقوى حاجه. الرجل بس يحس بالاهتمام. انا لسه مصممه على الكلمه الطيبه، الكلمه الحلوه، يعني حتى اذا كانت متطلبات الحياه والمشاكل اللي احنا فيها دلوقتي بتخلي الرجل معظم الوقت بره البيت، كلمها مره في اليوم، بعت لها مسج. طيب يعني يبعت لها مسج، يكلمها. بس عايزين برضه نتكلم برضه، خلي بالك مش كل حاجه على الرجل، ما هي المراه هي اللي بتدي ايحاء للرجل انه هو يعني مثلا لو انا بكلمها في البيت وتقعد تديني قايمه وانت جاي هات معاك الطلبات دي، او الولاد بيتخانقوا مش عارف ايه، انا بتصل اطمن عليك يا حبيبتي انت عامله ايه، دي اول كلمه. انا بتصل عليك ليه؟ ما برضو المراه خلي بالك هي التي تستطيع ان تجعل الرجل يعزف على اوتارها واوتار احاسيسها ويتكلم معاها بلغه المشاعر والاحاسيس، او ان هي تقفل له ده. طب هي هتقول لك دلوقتي طب انا اعمل ايه؟ يعني هي برضو، انا مش بدافع عن اللي بيعمل كده، بس هي المفروض ان هي تعمل ايه؟ تنقي ازاي الوقت اللي تقول له فيه ان في مشاكل؟ اصل هي هتقول لمين المشاكل؟ ما لازم تقولها له. انت تفتكري لما هي بتكون امراه بتحب رجل، تفتكري مش هتعرف تساعده ازاي؟ امتلاك المراه لمقاومات رائعه جدا من الاحاسيس والمشاعر بتجعلها لها نفوذ انثوي رهيب جدا على الرجل. يعني حضرتك شايف ان المراه فعل طول الوقت والرجل هو الرد فعل؟ اكيد لا. يعني طبعا الاثنين متوازنين، بس هو اصلا تنفع حياه بدون رجل او حياه بدون امراه بدون حب؟ مش هتنفع الحياه اصلا. يعني اصلا الحياه اصلا اللي بيخلينا نتحمل ضغوطها ايه؟ اللي بيخلينا نتحمل ضغوطها الحب، المشاعر، الاحاسيس. لو جفت ما بين الرجل والمراه يبقى ما فيش. هي امتى المشاعر تجف يا دكتور؟ لما كل طرف يبقى اناني ويحس ان هو بس اللي على صواب والاخر على خطأ. لما كل طرف ينسى كل شيء جميل. وخلي بالك استعادة الذكريات الجميلة ما بين الاثنين ده مهم جدا على فكرة. استعادة الذكريات الجميلة في مواجهة اي صعاب يتقابلوا مع بعض فيها. انا عايزه ارسخ للثقافه دي، ان انا ما اعملش مجهود علشان اخلي الحب ده يفضل موجود. يبقى هي دي موجوده عند اي اتنين، ما افضلش اعمل يعني اعمل جهد شديد واقعد افكر طب اعمل ايه. طب انا عايزه ده يبقى موجود في اي بيت. الحب ده لازم يبقى موجود في اي بيت في الدنيا. طيب اول اساس للحب ايه؟ الاحترام والاهتمام. خلي بالك اللي بيحصل ان بيقول لك مفيش حب، والحب الاثنين اللي حبوا بعض زمان هم دلوقتي اللي بيبقوا عايشين مع بعض بعد 10 سنين، بعد 20 سنه. بس كلما كانت الاسس اللي بينهم وبين بعض على الحب، القلب والعقل، العقل والقلب مع بعض، ما يبقاش اللي هو ايه ماشي على مشاعره وعاطفه واحاسيسه وناسي الاطار العقلي بتاعه. الاحترام والاهتمام. اصل لما يكون في احترام وفي اهتمام بين الرجل وزوجته، استحاله تقولي الحب يموت، لان في مساق جامد جدا. طيب عشان في ناس بتعتبر الاهتمام ده مش حب. الاهتمام هو نوع جميل ورائع من انواع الحب. يعني الاهتمام بعقل الاخر، الاهتمام بمشاعر الاخر، مجرد ان هو يهتم، مجرد ان هو يقول لك مالك، انت زعلانه، انت متضايقه، ده حب. لا على فكره ده على فكره في رجاله بيبصوا في عينين زوجاتهم، بيعرفوا، بيحاولوا ان هم يتجاوزوا حزنها والمها
من غير ما بيتكلموا. وعلى فكره اللي احنا بنتكلم في الرومانسيه وفي الحب النهارده، الانسان ما بيبقاش محتاج اصلا كلام مع اللي بيحبه قوي، ده ممكن بعينيه فقط يوصله اللي هو عايزه. بس احنا حضرتك حاسس ان الناس دايما بتشتكي من فقدان الرومانسيه بشكل غير طبيعي، يعني ممكن الحب ما يكونش فقد بس الرومانسيه، احنا عايزين نعرف الناس ايه هي الرومانسيه بس الاول. الرومانسيه دي مشاعر بتبقى جوه الانسان بيمارسها مع من يحب، هي احاسيس راقيه جدا. كل المشاعر الراقيه الجميله من حب، من قلق على الاخر، من تعاطف، من تسامح، كل القيم الجميلة دي بتبقى جوه الشخص. المرأة تفترض أن كل حياتها ذلك الرجل، فهناك نساء لا يعتبرن وجود لهم أصلا بدون رجل تعشقه وتحبه. خلي بالك، هو ده صح؟ إيه؟ هو ده صح؟ صح لو هو معاه راجل كده. الرجل الذي يدرك رجولته في عيون امرأة، هي امرأة تدرك أنوثتها في عيون هذا الرجل. فده شيء صحي. ليه احنا بنقعد نتهكم على ده في بعض الناس بتقعد تتهكم على الحب والمشاعر والاحاسيس، وفي نفس الوقت لما بيجي قدامهم صوره جميله كله بيتوحد. ليه؟ بس اعتقد ان اللي بيتهكم ده بيكون هو مفتقد المشاعر دي ونفسه يكون عايشها، ما يقدرش يعيشها، عشان كده بيتهكم عليها. عايزين نتفق على حاجه، كل انسان جواه حب ومشاعر واحاسيس، وكل انسان عنده مفتاح بيدخل منه. لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، اللي بيسعدك ما بيسعدش غيرك. يعني في واحده المقياس عندها جاب لي قد ايه، خلي بالك، الهدايا. لا، في حد عنده الحب مادي. في ناس عندها يعبر عن الحب بالهدايا. جاب لي ايه النهارده، عربيه ايه، شكلها ايه، وداني فين، فلوس ايه 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 ايه، وده تعويض طبعا. في ستات بتتجوز مش عن حب، تتجوز رجل هو عايزه تعرف ان مكاسبها ايه النهارده. بس دي صفقه كده مش حب، لان الفلوس دي لو خلصت او المكاسب دي لو خلصت انا هبطل احب. عايز اوصلك بقى ان الحب لا يشترى. الاشياء المعنويه اللي داخل الانسان دي ما ينفعش نيجي نقول لك ايه، اديني ب1000 جنيه حب، اديني 500 جنيه تسامح، اديني واحده 1000 جنيه رقه. هي دي بفلوس؟ بس هي فعلا يا دكتور حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، الحب فعلا لا يشترى. يعني ما ينفعش امنع حد، يعني امنع حد ان هو يحب حد. هو خلاص، حتى لو شايف، حتى لو الشخص ده فيه شويه عيوب، هي هتبقى شايفه ان هو لا ما فيهوش. بالعكس، احيانا العيوب دي بتبقى مميزات بالنسبه لها هي. اسالي اي واحده في الدنيا انت بتحبي جوزك ليه، او بتحبي حبيبك ليه؟ اللي بتحب بجد هتقول ما اعرفش. اللي بتحبي بجد ليه بقى؟ لان هو الحب حاله، دي حاله ما حدش بيتمنى ان هو يبعد عن تلك الحاله. وبعض الناس بتقول لك ده مرض، بس في ناس تقول لك انا نفسي يكون مرض ومشاش منه، افضل احب على طول. اصل في ناس الموضوع ده بيخوفها شويه علشان الصدمه، يعني اذا اتصدمت في اللي بتحبه او كده، فدايما ما هو لا، في فرق بين الرجل والمراه في التعبير عن الحب. انا معاكي. والرجل ممكن ان هو يتجاوز ازمته في الحب مع واحده ومع اثنين ومع ثلاثه ومع اربعه، لكن المراه لما بتحب اول واحد ده خلاص، لو هو اداها كل المشاعر والاحاسيس اتفقنا. بس امتى بقى الراجل يدرك او المراه تدرك ان هو ده حب العمر؟ هو ده اللي احنا المفروض هنتكلم عنه، اللي بنتكلم عنه حب العمر، اللي هو الرومانسيه، اللي هو انا مش هدي رومانسيتي ومش هدي مشاعري واحاسيسي الا لهذا الرجل، وفي نفس الوقت هو برضو مهما كان. لما ما تقدرش تستغنى عنه، لما يبقى هو اهم حاجه في حياتها، ولما هو اهم شخص موجود في حياتها وبتعمل كل حاجه علشان ده جميل. ودايما يقول لك قيمه الحب هو الحب الاول، لانه اول شيء ادركه الانسان. يعني اول واحده حبت شخص ادركت ان هو ده اجمل حاجه في حياتها، هو عمرها. حتى دايما هاتي لي اي راجل في الدنيا او اي امراه في الدنيا ما نسيتش الحب الاول. خلي بالك، مفيش ليه؟ لقيمته، لقيمه الحب، حتى لو كان جرحها، حتى لو كانت مهما كان الحب حب. تمام. يعني احنا وصلنا لنتيجه مهمه جدا في موضوع الحب ده، وهو يعني جزء صغير جدا من موضوع الحب بشكل كبير. بس النهارده كل واحد لازم يفهم انه بيعبر عن حبه بطريقه تانية، مش لازم كل واحد يعبر عن حبه بنفس طريقتك علشان يبقى هو بيحبك. كل واحد يقدر يعبر لك فيه بالكلمه، فيه بالتصرف، فيه بالاهتمام، فيه ان حد بيتكلم عنك كويس من وراك، كل ده حب. ارجو يعني، واحنا ما احوجنا الى الحب دلوقتي. يعني وعايز اقول لك على حاجه يا جماعه، احنا كنا مره بنزور دار المسنين ولقينا راجل مسن، فقعد معايا بكلمه، عنده فوق ال70 سنه. فبقول له انت مستعجل؟ انا بكلمك وهو عايز شايفه مستعجل. فقال لي مستعجل، عايز اروح ازور مراتي. فبقول له ليه؟
راح تزور مراتك ليه يعني؟ قال لي هي في المستشفى. وقلت له الف سلامه. طب ليه مش معاك هنا في الدار؟ قال لي لا. ما قلت له ما في رعايه صحيه. قال لي لا اصل هي عندها زهايمر. قلت له قال لي اصل دي حب عمري، انا بحبها، احنا متجوزين من 50 سنه. بالظبط هو ده. رايح فبقول له طب ما هي نسياك. رد عليا قال لي هي نسياني لكن انا عمري ما انسى. اعتقد ان هي ما نسيتوش. ما نسيتوش. ممكن تنسى اي حاجه بس لا يعني اقصد يعني انما إنه يعني الحب نفسه احساس جميل قوي. تعالي شوفي الرومانسيه، تعالي شوفي في عيد الحب. مصر كلها والبلاد العربيه كلها بتجيب اللون الاحمر. احنا جوانا من جوه حاجتنا بنحب الحب نفسه. بنحب الحب نفسه بالظبط. ده احيانا الواحد بيحب حد بيكون بيتغاضى عن حاجات كتيره مهمه جدا بس عشان احساسه ان هو بيحب الحب نفسه بيطغى على صحيح على الشخص نفسه يعني. صحيح. احنا عايزين الحب يبقى ثقافة في بيوتنا، عايزين الحب يبقى تصرفات وكلام وأفعال وكل حاجة. احنا محتاجين فعلا للحب عشان نقدر نبني بيوتنا ونبني بلدنا. في النهاية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علاء رجب، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وإن شاء الله إلى لقاءات أخرى. نتمنى أن الحب يبقى موجود، نتمنى الرومانسية هي اللي موجودة ترجع أكتر وأكتر، نتمنى أن احنا نتعامل بالسلوك ده في بيوتنا، حياتنا هتبقى حلوة، أسرنا هتطلع كويسة جدا يعني إن شاء الله. أكيد. مشاهدينا بعد الفاصل فقرتنا الأسبوعية مصر الحلوة، ابقوا معنا.